يا شيخ جوجل أعطني كتاب القرآن المدهش. سيعطيك الكتاب ومترجم للغة العربية. هو ليس كتاب مؤلف، نظرات للعالم للقس الكندي ميلر الذي أخذ عهدا على نفسه أن يفتش عن الخلل والعيوب في القرآن من القرآن نفسه، وأن يناظر بها المسلمين من علمائه ممن يناظر في القرآن وآيات القرآن. كان على يقين أن القرآن إنما هو أخدوعة أكذوبة، إنما هو من كلام محمد وما تتنزل به عليه الشياطين، وليس من كتاب سماوي. كان مؤمن بهذا وكان يناظر من أجل هذا، وكان قد استغرق في تعصبه في ديانته ليثبت هذا. يقول: فأخذت نسخة من القرآن، يقوله في كتابه: أخذت نسخة من القرآن مترجمة، وأول ما فتحت المصحف أو القرآن فوجئت أن السورة التي بين عيني تقول: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. يقول: فأخذتني شدة. لا ريب فيه؟ هذا تحدي. من أنت يا محمد حتى تتحدى العالم كله بأن الكتاب الذي كتبته لا شك فيه ولا عيب فيه ولا خلل فيه؟ من أنت؟ يقول: زدت عنادا وإصرارا لأثبت لمحمد وللعالم أن هذا الكتاب مليء بالشك والخلل والريبة. يقول: بدأت أتصفح القرآن بسرعة وأنظر، فوجئت، يقول، وقع نظري على سورة اسمها مريم. سورة اسمها مريم. يقول: تعجبت، بدأت بسرعة أفتش صفحات القرآن المترجم الذي بين يدي، أبحث عن سورة اسمها لا، ليس محمد وليس عيسى. أحسنت، ارفع صوتك. عائشة. نعم، هو يعلم أن عائشة بنظرتهم عشيقة محمد وأحب الناس إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وما دام الكتاب كتاب محمد فعلى الأقل ما دام كتب أو وضع سورة باسم مريم سيضع سورة باسم عائشة. يقول: فأخذت أبحث وأنظر في الصفحات وأقلبها، بل استخدمت محركات البحث، وضعت عائشة وحاولت، لم أجد أنه ذكر اسم عائشة في كتاب محمد ولا مرة. يقول: ليس فقط في اسم سورة حتى ولا في الآيات. وجدت أن مريم ذكرت في الآيات 4 مرات ولم تذكر عائشة ولا مرة. فقال: هنا بدأت علامة الاستفهام الكبيرة وعشرات علامات التعجب. لاحظ، إذا أراد الله تعالى بعبد الهداية، إذا أراد الله أن يقذف في قلب العبد النور، نور الإسلام، يقول: فنظرت فأخذت أبحث عن اسم عيسى عليه السلام، فوجدت أنه ذكر في القرآن 25 مرة. بسرعة بدأت أبحث عن اسم محمد، فوجدت أنه ذكر 4 مرات. معقول محمد يذكر عيسى 25 مرة في كتاب ولا يذكر نفسه إلا 4 مرات؟ يقول: بدأت علامة استفهام الكبيرة الثانية التعجب، أيضا الاستفهام عشرات علامات التعجب. يا إخوة خواتي، أنا لا أسبحن عليكم وأنا جالس أقص عليكم الآن سواليف، أنا أريد فقط أن تتأملون الهدف الذي جئت من أجله بحكاية ميلر وكتابه القرآن المدهش، أنه كيف ينظر للقرآن وكيف يفكر في تفكير القرآن. ربما لا يخطر هذا التفكير على مسلم، ربما لا يخطر في بالك يوم من الأيام أن تقارن مثل هذه المقارنات. العجيب، يقول: وأنا أقرأ في الآيات وجدت أن آيات تتحدث عن الشياطين، وأنه في القرآن آيات تحذر من الشياطين: ولا تتبعوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. يقول: معقول الشياطين اللي تنزل على محمد الآيات تحذر من نفسها؟ أيضا يقول: وقف صار عندي علامة استفهام. لاحظ الإنسان الذي يقرأ بعقله يا إخوة، الذي يقرأ بفكره، تأمل كيف تستمتع بالقرآن، كيف تعيش مع جماليات وروعة القرآن الكريم. يقول: بدأت أنظر بسرعة، وصلت لآخر المصحف لقصار السور، فوجئت بسورة اسمها المسد، وقرأتها: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب. من هو هذا أبو لهب؟ شدني اسمه. بدأت أبحث في محركات البحث والكتب التي تترجم للرجال، أقرأ من هو أبو لهب. يقول: صعقت عندما علمت أن أبا لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم،
واشتد إعجابي بأبي لهب لأنه وافقني في الهدف، فهو مشغوف بأن يحرج محمد وأن يكذب القرآن. فكان كلما صعد محمد صلى الله عليه وسلم الصفا أو المروة أو جبل ليبلغ الناس آيات من القرآن، كان أبو لهب في الصف الأول. أول ما ينتهي محمد يقول: لا تصدقوه، هو ابن أخي وأقرب الناس لي وأنا أعرفه، الرجل فيه مس من الجن، هو مريض، هو مجنون، إلى آخره. إذن وافق شن طبقة، وافق الهوى عند ميلر حال أبي لهب. يقول: زدت إعجاب بأبي لهب وبدأت أقرأ وأنظر في حياة أبي لهب وأتتبع حياة أبي لهب. يقول: فوجئت وصدمت عندما وجدت أن أبا لهب قد عاش بعد نزول سورة المسد 10 سنوات، أي أن سورة المسد نزلت قبل وفاة أبي لهب ب10 سنوات. لماذا صدم؟ لماذا فوجئ؟ ما المعنى هنا؟ ما المقصود؟ لم يسلم، لم يقدم ولو على الأقل بالظاهر أمام الناس. لم يفكر، يقول ميلان: لم يفكر أبو لهب ولا مرة أن يحرج محمد، وهذه فرصة ذهبية له تماما أن يقول: يا أيها الناس، محمد أنزل عليكم سورة القرآن تثبت أني أموت كافرا وأني سأصلى النار نارا ذات لهب، وأنا أخبركم الآن أنني قد أسلمت، على الأقل ليحرج محمد ويكذب القرآن. يقول ميلر: لم أجد أنه فعل ذلك ولم يفكر في ذلك. هنا علمت أن هذا الكلام وأن هذا الكتاب لا يمكن أن يصدر من بشر، وعلمت أنه كتاب سماوي، وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا الله، يا إخوة الإيمان، يا أخواتي، هذا الفكر في القرآن، هذه الطريقة في القراءة، هذا المعنى في التلذذ والتدبر، جعل هذا الإنسان العالم المتعصب تنقلب حياته رأسا على عقب، فتتغير حياته، فيصبح من المؤمنين، من الموحدين المسلمين، ويصبح في نفس الكتاب كما ذكر يحاج الكثير من زملاء المهنة ليثبت لهم أن هذا الكلام كلام الله. ألا يحرك القرآن حالنا وقلوبنا